ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ardayga koowaad ee ku guuleystay tartanka quraanka kariimka ee sanadkan waa ardaygan Cabdiqani Maxamed Axmed ayaa la yiraahdaa. waa ardaygan ku garab taagan gobolka Hargeysana uu ka soo marodijeex uu ka soo jeeda magaalada Hargeysa. waad guddoonsiin doontaa insha Allah ta'ala. محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إلهي ومهضه نمعو نواد روب iyo quraanka oo ay jaasid si bixinayno oo inta la daayay xafaado tahay weelahay mahdi maxamed mabruuk ilaahay waxaan ku jiraa noqoto sheekh caalima oo mid wax bara dalkeedii wax tara waanu ku dhiirayna oo ku hambalyeerina adiga macallimiintaadii iyo waalidkaaga inta soo taabtay mabruuk. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟ يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا، ولتجعليه محكما في أمرنا، وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا وحياتي هذا الله واضح له هل لي حكيت أركس أنا ما قدرته أنت نوع عالم وشيخ ولا حفاظ وتفسير ولا ضرابة هو فريال كان البروفيسور ديميدا. أنا حفظنا تاني حفلة القرآن كان قيمة جايزة ديسي هذا اللي بنانا يلت إن بعض ميل بدن كهذا أي مكان أنا بدو علمنا ولا جيسنا مساجد جمعها ولا جيسنا تفسير القرآن مركز ترى أنصتوا يعني تايوا وعمسنا مركز ذلك القرآن كحفظ سلام هذا الجوال دونا أنا وحنا كحورنا همبريايو ولماذا أرضيدا هوشا وين في آخر ورا سنة حريصان دعانا ودره إذا كنا قرب تاجرنا هاي هذه أدنى لكم هذا غير وحالة هذا الكلام بدن قريب أيوه وأيوه عندنا وحشة قلهاتي عندك وحشة قسمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه، وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب